السكتش اللي جاي ده جميل قوي، مش عايز احرقه لكم، بس السكتش ده هيكلمنا على حاجه هتحصل قريب قوي. السكتش ده اسمه زوروني كل انتخابات مره. برنامجكم زوروني كل انتخابات مره. برنامجنا خطير مثير شهير بهير، برنامج عملناه عشان الانتخابات، ولسه نازلين في شارع مصري في تراب وعطرة وعربيات وناس كتير كده. تعرف بحضرتك؟ عمك حامد. ازيك يا عم حامد؟ الحمد لله. ايه رأيك في الانتخابات يا عم حامد؟ انتخابات؟ ايوه 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 الانتخابات. انا اصلا ما عرفتش ان في انتخابات غير لما شفت الواد محمد ولد عبد الدايم بيجروا معاه شكاره كيماوي، فقلت له في ايه يالا؟ قال لي دول بيوزعوا كيماوي يا خال. قلت له مين دول؟ ما يكونش اسمه ايه؟ اسمه ايه ده؟ اتسجن يا عم حامد. ايه؟ انسجن؟ حسبنا الله ونعم الوكيل يا استاذ. سجنتوا الراجل اللي كان خيره على البلد كلها؟ لا كان سارق البلد كلها وانت صادق. جرى ايه يا استاذ؟ جرى ايه يا استاذ؟ انت فاكرني عبيط يا استاذ؟ سارق البلد ايه بس؟ هو اي نعم ما كناش بنشوفه غير من السنه للسنه، بس هو كان بيوزع كيماوي وفلنات كوره. حتى اسال واد ابني جايب فلنه الكوره الابيض والاخضر بتاعته منين؟ فلنة كوره. انا هسألك سؤال محرج. اسال يا اخوي. هبهدلك. اتفضل. همرمطك. براحتك يا استاذ. هترشح مين في الانتخابات؟ ايه؟ هو انا عبيط؟ طبعا هرشح اللي يديني الكيماوي وال50 جنيه ويدي الواد ابني فنانة الكوره. هو انا عبيط يا استاذ؟ فلنة الكوره. كان معانا يا عم حامد. شاكرين يا عم حامد. طب اقعد اشرب شاي طيب. شاكرين. طب تعالى مصطفى. متشكرين. وفي نفس الشارع المصري اللي فيه تراب وعفرة وعربيات، ماشيين في الشارع لقينا اللي اتعرف بحضرتك. صابر يا بيه والله صابر. صابر شكلك تعبان ومجهد قوي يا صابر. والله يا بيه مطبق من امبارح في المصنع ورديتين وبتاع، بس يلا كل يوم عشان خاطر العيال. ايه رايك في الانتخابات يا صابر؟ والله يا بيه بيني وبينك هي جت في وقتها. انت ولاد ابلسه، ولاد ابلسه والمصحف والله العظيم. طب بتتكلم جد يا عم صابر؟ يا بيه صلى على النبي اللي عايز الساق والمصحف الشريف. طب بص اسال الناس الغلابه اللي زي بس انا يا بيه ما كنتش بناوين اللبان. عارف كنت بعمل ايه؟ كنت ادخل جوه وادخل ورا الستاره واروح جاي معلم على اسمين كمان مرشحين غير المرشح اللي هو معلم عليه، تمام؟ وادخل جوه واعمل كده صوته بيبطل. اللي قال لي كده الباشمهندس بتاعي اللي في الشغل. يا بيه تفتكروا ان العلام علام مدارس والمصحف الشريف تراب الارض دهيت بيعلم اكتر من المدارس بكتير. ما تعرفوش حاجه يا بيه والله. كان معانا عم صابر. شكرا يا عم صابر. في نفس الشارع المصري اللي فيه تراب وعفرة وعربيات وناس كتير قاعدة قدامي وناس بتلعب سياسة ببساطة. في نفس الشارع واحنا ماشيين لقينا نتعرف بيه هاني. نعم هاني عبد الحق. ايه رايك في الانتخابات يا هاني؟ بص دلوقتي البلد سايبه وعايزه اللي تمسكها بجد، انما يجي شويه عيال ما لهمش لازمه ويروحوا يتفسحوا بالتحرير وياخدوا صاحبتهم وكده الشغل دوت يعني، ويحبسوا الرئيس اللي بياكلنا بقاله 30 سنه ويشربنا، واي حاجه بتحصل لنا كنا بنبعت له وبيجي لنا. ايوه حصل معايا حضرتك مش مصدقني بس حصل معايا ان شاء الله. وكل ده كان بيتحل، لكن يجوا زي الشباب دي تحبس الراجل ده يبقى بجد عليه العوض ومنه العوض يعني. انا هسألك سؤال مباشر. ماشي اتفضل. مباشر. ايوه اتفضل. هتشارك في الانتخابات ولا لا؟ ايوه طبعا هنشارك ان شاء الله. شارك هختار الهلال والنجمه. اقصد الهلال والجمل لان ده شعاري، واحب اقول احنا اسفين يا ريس. مشكرين. منتج. وبنفس الشارع المصري اللي فيه تراب وعفرة
وعربيات وناس احنا ماشيين في الشارع قابلنا تعرف بيك. ازيك يا خالد؟ تمام الحمد لله. تدرس ايه يا خالد؟ طالب كلية حقوق. ايه رايك في الانتخابات يا خالد؟ والله الانتخابات دلوقتي يعني البلد دلوقتي بتمر بمرحلة تاريخية فاصلة في حياتها. يعني لازم كلنا نتكاتف عشان ننهض بالبلد دي. ومن أهم الخطوات اللي احنا لازم ناخد بالنا منها الانتخابات اللي جاية، انتخابات مجلس الشعب. طيب انت ايه رؤيتك في الانتخابات يا استاذ خالد؟ رؤيتي في الانتخابات، اولا الانتخابات ديت هي تحدد على اساسها الدستور، تعدل القوانين وتعدل على حاجات كتير قوي. فلازم نختار مرشحينا كويس قوي. طب ازاي هنختارهم؟ نبقى عارفين كويس قوي الانواع بتاع يعني انواع المرشحين، ونعرف نفرق ما بينهم كويس. يعني في نوعين من المرشحين، نوع بيعتمد على الفلوس في المقام الاول، وده بنسميه مجازا نائب الخدمات، وده بلاش منه لان ده اللي بيدفع قرش عايز قرش. في نوع تاني اللي هو عنده فكر ورؤية سياسية واضحة، ده بيبقى عارف مهام عضو مجلس الشعب كويس. هي مهام السلطة التشريعية، فن وتشريع القوانين، مراقبة أداء الحكومة، الموافقة على الاتفاقات والمعاهدات الدولية، مناقشة المواطنة العامة للدولة. ده الراجل ده الصح، ده لازم نكون حريصين على ان الراجل اللي فاهم وعنده رؤية ده اللي يمثلنا تحت قبة البرلمان. شاكر جدا استاذ خالد، ويا ريتني كنت بدأت بيك. شاكر جدا. فعلا شارع مصر فيه كل حاجة، وفي نفس الشارع المصري اللي مليان تراب وعفرة وشوية كده شوية وحاجات عجيبة ومريبة وكيف. في ايه؟ ايه؟ عايز اتزور. طيب بعدين اتزور يعني اتزور. طيب ايه رايك في الانتخابات؟ الناس اللي بتقول رأيها في الانتخابات، دول ناس مش دارين بأي حاجة يا باشا. مايك بس. طيب بص بالراحة. قول يا باشا. ايه رايك في الانتخابات؟ مفيش حشيش. لا يعني الانتخابات مفيش حشيش. هو ده الشارع المصري. ايه دخل ده بالانتخابات؟ حتى انت كمان مش عارف. لا يا عم للاسف. وهو ده الشارع المصري اللي فيه كل الانواع بالاشكال، في كل حاجة، بس ما فيهوش حاجة واحدة: حشيش. احنا عايزين حشيش، عايزين مرشح يبقى موجود. فين المرشح؟ انت فين؟ انتوا ناسياني ولا ايه؟ ازيكم يا رجاله؟ اخواني اخواتي، احب اعرض عليكم برنامجي الانتخابي، وهو كالآتي: ومش بس كده كمان، يعني اللي انتوا سمعتوه ده كوم، واللي جاي كمان كوم تاني. واخيرا وليس باخر، اخواني، انا بوعدكم ان صوتي هيبقى صوتكم، ومن النهارده هطير النوم من عينكم، قصدي هخلي باله منكم ومن صحتكم. وبعد كده مفيش مصري راح ينداس تاني، وكرامتك
لازم تكون هي اللي فوق كل حاجة. ها موافقين؟ يبقى انا كده نجحت. ها صح ولا ايه؟ ماشي. كلام جميل وكلام معقول، ما اقدرش اقول حاجة عنه. كلام قديم وكلام عجيب، وبقالنا سنين بنسمع منه. كلام كبير وكلام خطير، ما بيتعملش حاجة منه. كلام الناس لا بيقدم قول يا باشا ولا يأخر. كلام الناس ملامة ورغي مش اكتر. كلام 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 يضحك علينا السلام، وبعدين يدخل المجلس يكبر دماغنا وايه. كلام كلام كلام. بح خلاص سلام. عمل، حرية، عدالة، من النهاردة هو ده النظام. اخيرا بقت حقايق، اخيرا مش احلام. اخيرا بقت حقايق، اخيرا مش احلام. اخيرا بقت حقايق، اخيرا مش احلام. كلام الناس. الناس اللي عملت السكتش اللي فات ده اللي خليكم كلكم بتضحكوا، انا عايز احييهم تحية جامدة جدا. اول واحد هيطلع هاني، هو مستر احمد حلمي. بعد كده الشخص اللي كان بيتاوب هو، بس لازم نحييه تحية جامدة جدا، مستر احمد خليفة. الشاب اللي نفسي كل واحد يبقى ده تفكيره. الشاب ده قال معنى السؤال اللي كان عمال يسأله استاذ اسمه ايه؟ مفيد فوزي. هو مستر شريف بدرة. الشخص اللي جاي شخص ضحكني صراحة. الراجل ده انا عنده ليا كده معزة بجد، بحبه. شخص جميل جدا، شخص ملتزم. في حد هنا انا اعرفه، انا عايز بقى كل واحد يحييه تحية جامدة جدا. مستر واسمه ايه؟ مستر حمدي ابو سالم. هو الفلاح بس غير، شفت الاقلاع في المنك. الشخص اللي بعد كده موتني على نفسي من ضحك كذا مرة. الشخص وهو اسمه محمد البطار. الشخص اللي بعد كده مستر عمرو زينة. الشخص اللي بعد كده واحد هو اللي جاب الناس دي كلها، هو مستر عبد